السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعه فيلم بريداتور كيلر اوف ذا كيلرز. فتابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تعملوا بقى لايكات، انتم مقصرين معايا في الفتره الاخيره، فيعني اعملوا لايك، حاولوا تطلعوا الفيديو ان هو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. يلا بينا نبدا. بتدور أحداث الفيلم عن 3 رحلات لكائن البريداتور على كوكب الأرض. كل رحلة بتكون في مكان وزمن مختلف، وبنشوف بقى إزاي البشر اللي موجودين في الحقبة الزمنية دي بيحاولوا يتصدوا لكائن البريداتور. طبعا بريداتور هي واحدة من أشهر سلاسل الأفلام اللي اتعمل منها أجزاء كتيرة جدا لا تحصى ولا تعد. البريداتور الكائن الفضائي المفترس اللي بيجي الأرض عشان بيكون بغرض إثبات قوته، بيجي عشان يشوف مين أقوى حد موجود ويقضي عليه ويوري نفسه ان هو الاقوى، وهو اقوى كائن موجود محدش يقدر عليه خالص. وده اللي بينتج عنه 3 محاور رئيسية موجودة معانا في القصة. كل محور فيهم بيكون عبارة عن خط قصة خاص ومكتفي بذاته. الخط ده بيمثل رحلة لكائن البريداتور اللي بيجي الارض. في خلال وجوده بيكون في صراع دموي موجود، فطبعا هو بيشوف الصراع الدموي ده، بيعرف ان في حد قوي محتاج ان احنا بقى نطيح بيه عشان نثبت ان احنا الاقوى. والجميل في الفيلم ان كل خط من ال3 خطوط الرئيسيه اللي موجوده معانا هو خط مكتفي بذاته، لدرجه ان ممكن يكون يعني يتعمل هو فيلم كامل لوحده، لان كل خط فيهم واخد العمق في السرد القصصي اللي هو محتاجه. كل خط هتلاقي فيه صراع وهتلاقي فيه جانب درامي رائع اللي مدي القصه عمق وتقل. ومن الحاجات برضو الجديده اللي بيحاول يقدمها لنا الفيلم هو ان احنا بنتعرف اكتر على عالم البريداتورز، وبناخد فكره عن الكوكب بتاعهم، وعن يعني فكره اوسع كمان عن الكائنات دي ذات نفسها. بنعرف اكتر عن العالم الخاص بيهم، بنعرف اكتر عن يعني نظرتهم للغير. ولكن للامانه كائنات البريداتور مش في افضل احوالها في الفيلم. الفيلم هنا يعني الكائنات دي المفروض كانت تبقى مرعبه اكتر بكتير من اللي كان موجود في الفيلم. الكائنات دي مرعبه وفتاكه ودمويه لابعد الحدود. ولكن يعني هو الفيلم عموما بيورينا نظرة مختلفة شوية عنهم. مش عارف طبعا اتكلم براحتي عشان ما يبقاش في حرق احداث، ولكن يعني هم كانوش مرعبين للدرجة الكافية. ولكن زي ما قلت ان هو يعني احنا بنبص للموضوع في الفيلم هنا من زاوية مختلفة شوية، لان الفيلم زي ما قلت ان فيه 3 محاور رئيسية للقصة، وقدر ان هو في النهاية يعمل شغل عالي جدا كمان، ياخد القصص اللي اتحكت دي في خلال احداثه ويعرف يعمل بيها حاجة جديدة. وده اللي ادى ان احنا نبقى معانا نهاية قوية جدا، ولكن ما ينفعش باي طريقة من الطرق ان هي تتساب بالشكل ده. يعني ما ينفعش ان انت بتكون تعمل لي نهاية عشان تعمل نهاية قوية وخلاص، لا. النهاية دي ممكن يتبنى عليها عالم جديد لبريداتور، ولازم يتم استغلالها في اللي جاي. هو عموما هو في فيلم بريداتور هينزل السنة دي، فانا مش عارف هو بقى هيبقى فيلم واحد ولا يعني ايه في اعادة احياء للسلسلة مرة تانية. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. بالنسبة للاخراج فانت هتلاقي فيه اكشن ومشاهد قوية جدا ومشاهد دموية وفتاكة، ومعانا طبعا بريداتور كائن دموي، فلازم كانوا يدوله القدر الكافي بتاعهم الدموي. بس بالنسبة للرسومات بتاعة الفيلم، فالرسومات هي معظمها حلو جدا والتحريك بتاعها كويس، ولكن في بعض المشاهد اللي التحريك فيها كان تحس لا في حاجة غلط موجودة. يعني الصرف مش كانش قوي، كان محتاج يزيد شوية. المشاهد كلها حلوة بس في بعض المشاهد بتحس ان التحريك فيها مش افضل حاجة. مشاهد تانية بتحس انها متسرعة، علشان ايه لو كانت ابطأ من كده كانت هتبقى وحشة. تقييمي للفيلم هو 7.5 من 10. برغم من ان قصة بريداتور هي قصة مستهلكة وتم حلبها بالكامل وافلام كتيرة قوي لا تحصى ولا تعد، ولكن الفيلم ده اثبت لنا ان القصة دي ما زال عندها عالم جديد توريه لنا، وما زالت قادرة ان هي تفاجئنا بشغل عالي. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.